السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبأحسن حال. النهارده هنتكلم عن امتحان العربي للصف الثالث الاعدادي. النهارده في الفيديو ده هنتكلم عن كل جزء من اجزاء المادة وفروع المادة. تاني حاجة هنتكلم عن جدول مذاكرة للعربي في 3 ايام. تالت حاجة ازاي نقفل التعبير والنحو بإذن الله. تابعوا معايا للآخر وما تنسوش لو عجبكم الفيديو تشيروه لأصحابكم. يلا بينا نبدأ. اولا هنتعرف عن فروع الامتحان وكل فرع هنتعامل معاه ازاي. عندنا فروع الامتحان، اول حاجه عندنا التعبير وعندنا القصه وعندنا القراءه والنحو والنصوص. هنخلي التعبير لاخر الفيديو وهنقول لكم ازاي بنقص عن التعبير واخد الدرجه كامله. نيجي للقصه. علشان احفظ احداث القصه واجاوب على الاسئله انا محتاجه اعمل ايه فيها؟ هتلاقي احداث ملخصه للقصه على اليوتيوب، اسمعوا وبعدين اقرا القصه كويس. فالافضل انك انت تراجع فصل بفصل بعد الشرح علشان نربط احداث القصه ببعضها. نيجي بعد كده للقراءة. القراءة علشان نعرف كويس نحلها، وبالأخص لو طلب مني معنى من القطعة لازم نتعود الأيام دي كتير في حل القطعة. أي قطعة تلاقيها قدامك حلها. تمام. فهتلاقي نفسك مرة على مرة بدأت إنك أنت تفهم القطعة كويس وتحلها. تمام. في أيام الامتحان بقى نعمل إيه؟ نقرأ القطعة كويس وما نحلش بطريقة إنك أنت تشوف السؤال وتطلع الإجابة فوق على طول وتحل بالطريقة دي. لا، كده غلط جدا. اقرأ القطعة مرة واتنين وبعد كده حل علشان تتأكد من إجابتك. تمام. تالت حاجة وهي النصوص. عندنا النصوص نوعين، نصوص إجبارية ونصوص اختيارية. النص الإجباري ما يتضيعش فيه حاجة وطبعا النصوص الإجبارية دي بتيجي من المنهج، فحاول تلم كل حاجة فيها. عندنا بقى النصوص الاختيارية ديت، انت هتشوف النصين، لو لقيت حاجة مش عارفها في النص الأول سيب النص ده واختار اللي انت حليته ومتأكد منه 100%. تمام، علشان تضمن النص ده وتضمن درجاته. تمام. ولو حابب انك انت برضو معاك وقت، لو معاك وقت في اخر الامتحان حل النص التاني عادي. تمام، سيب له صفحه كده في ورقه الاجابه ويبقى حل النص التاني. هو كده كده مش هيأثر. تمام، بس عادي تحل نص واحد وعادي تحل الاتنين. رابع حاجه وهو النحو. هنعمل ايه في النحو؟ هنجيب شرح النحو فيديو كامل هيكون لمم لك المنهج كله من على اليوتيوب، وهنبدا ان احنا نسمع الفيديو ده وبعد كده هبدا ان انا اطبق عليه. هنجيب فيديو برضو حل من على اليوتيوب ونبدا ان احنا نحل مع المستر. تمام. ولو معاك المذكره بتاعه النحو اللي انت بتحل منها طول السنه ابدا حل الاسئله تاني وشوف حلك هيطبق مع الحل اللي انت حليته ولا لا. تمام. هنقسم مذاكرة المنهج ازاي؟ احنا معانا 3 ايام لامتحان العربي، لان العربي بيكون عليه درجات كتيرة. انت ممكن تبدأ النهاردة بالنحو وبكرة مثلا تبدأ بالنصوص. لو انت النهاردة بدأت بالنحو ومعاك ساعة ساعتين في اليوم هتبدأ انك انت تقرأ القصة، تقرأ احداث القصة كلها. تمام، مش هتذاكرها تحفظها والكلام ده، لا تقرأ احداث القصة. تاني يوم هتبدأ انك انت تمسك النصوص وتخلص النصوص كلها. تمام، هتبدأ انك انت تحفظ كل حاجة في النصوص وتشوف النص ده لمين وتقرأ مظاهر التعبيرات والكلام ده كله ده وهتبدأ انك انت تحفظ النصوص. تالت يوم احنا معانا في القراءة وهنبدأ فيه ان احنا نحل الشوامل، اللي هو صباح عليك الامتحان بكرة هتبدأ انك انت تحل شوامل وانك انت تحل على القراءة. تمام. لو انت مخلص بقى كل حاجة ومتمكن من المادة حل فيها شوامل واعمل لنفسك درجة وشوف انت نقصت قد ايه وشوف اخطائك وركز عليها وصححها. تمام. بقى للتعبير وازاي نضمنه ونقفله. احنا لازم نخلي بالنا قوي واحنا بنكتب التعبير. كتير من الطلاب بيكونوا مقفلين المادة وبينقصوا درجتين وثلاثة علشان التعبير. تعال اقول لكم نعمل ايه. اولا الموضوع لازم نهتم بمظهر التعبير ولازم نقرأ رأس الموضوع كويس علشان نجاوب عليه كويس. تمام. ونخلي خطنا واضح جدا ونهتم بمظهر الكتابة. تمام. وكمان نقسم الموضوع لمقدمة، وقلنا زي ما قلنا مقدمة وموضوع وخاتمة، ونستخدم الشواهد والأدلة ونثبت صحة كلامنا. تمام. وكمان نكتب الأساليب ونحط علامات الاستفهام والترقيم. لما نيجي نكتب السؤال مثلا نحط في آخره استفهام، ونيجي في آخر التعبير نحط نقطة. تمام، علشان نوصل للدرجة الكاملة. هنجيب فيديو لعلامات التركيب من على اليوتيوب هيكون مدته مثلا 10 دقايق بالكتير يعني، وده هيخليكم تعرفوا امتى نحط الاستفهام وامتى نحط علامات التعجب وكده يعني. وهنحط في اخر الموضوع او اخر التعبير نحط النقطة. تمام، علشان نوصل للدرجة النهائية ونقفل التعبير ونضمن التعبير وما ننقص فيه ولا درجة. تمام، لان التعبير كتير من الطلاب اصلا بيكونوا مقفلين المادة وبينقصوا درجتين وثلاثة في التعبير.